محمد وهبي يفجر مفاجأة كبيرة في تشكيلة المنتخب المغربي التي ستواجه منتخب هولندا. يتجه الناخب الوطني محمد وهبي نحو الاعتماد على توليفة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية، استعدادا لمواجهة قوية أمام منتخب هولندا ضمن دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. ومن المنتظر جدا أن يدخل أسود الأطلس اللقاء بخطة 4-2-3-1 والتي أثبتت فعاليتها خلال المباريات السابقة، حيث تمنح الفريق توازنا في وسط الميدان مع مرونة هجومية في التحولات السريعة. وسيحرص محمد وهبي على حراسة المرمى باسم ياسين بونو، مستفيدا من خبرته الكبيرة على البطولات الكبرى، فيما يتكون خط الخلفي للدفاع المنتخب المغربي لكل من القائد أشرف حكيمي وعيسى ديوب، شادي رياض ونصير مزراوي، في رباعي دفاعي يجمع بين السرعة والقوة البدنية والتركيز العالي والانضباط. أما بالنسبة لخط الوسط الدفاعي سوف يتوقع أن يعول الناخب الوطني محمد وهبي على الثنائي عنائي العيناوي وأيوب بوعدي من أجل كسب الصراعات الثنائية البدنية وقطع الكرات، إضافة إلى تأمين عملية البناء من الخلف والتحولات السريعة. أما بالنسبة للخط الأمامي للهجوم المساند فسيقود الثلاثي بلال خنوس، عز الدين أناحي، إبراهيم دياز، حيث يعول عليهم في صناعة اللعب وخلق التفوق العددي بين الخطوط. وفي المقدمة ينتظر أن يشغل إسماعيل الصباري مركز رأس الحربة أي المهاجم الوهمي، مستفيدا من حركته الدائمة وقدرته على استغلال المساحات داخل منطقة الجزاء. تعكس هذه التشكيلة التركيبة رغبة المدرب المغربي محمد وهبي في فرض أسلوبه القائم على الانضباط التكتيكي والضغط العالي والسرعة في التحول، في محاولة مباغتة للدفاع هولندا أو دفعها في مواجهة يتوقع أن تحسم بتفاصيل صغيرة جدا.